باغا اختي غنغوت. ويك ويك عباد الله، ويك ويك. متواجده هي خليط من الحضارات وخليط من التقاليد، ورياح جايه من الجاره الجزائر، عبير من الموسيقى المتنوعه، خليط من الرقاده، من الطرب الغرناطي، من الراي. يعني في الحقيقه عشنا واحد الليله رائعه. لانا صيره من بعد الحنه شنو درتي لنا المشهد ديال بعد دوزتي اللبسه ديال الكراكو. الكراكو عندكم نتوما ضروري في العز، ضروري لا ماريي، ضروري للعروس. هو بالنسبه لي حنا التقاليد الوجديه كيكون ضروري للعروس كتلبس لبسه الكراكو، يا اما في الغوج، يا اما في الفيغ، يا اما يعني فيها الوان كثيره، الوان مختلفه. والكراكو شنو هو الكراكو عنده واحد الصفه خاصه كيبين الانوثه ديال المراه. لان هذيك الفصاله اللي فيه الجمال ديالها كيكون حتى كتلبس جميع تقريبا الحوري، حتى الخياطه او الطرز اللي كيكون في الكراكو كيكون مميز. كيكون بالخيط الحريري الذهبي او الفضي او فهمتي، كيكون منبت او معقق او وكتلبس مع الخلخال، وكتلبس مع الخلخال في رجل العروس. علاش داك الخلخال؟ لانه عنده واحد الصفه ان المراه يعني تقدر تلبس الذهب من راسها لرجليها. فهمتي، كيميز. وحنا عندنا الذهب في الجهه الشرقيه عنده واحد المميزات، يعني عنده واحد القيمه بالنسبه للمراه. هادشي اللي لاحظت لنا صراحه هو ان عندكم نتوما هنايا تركيز على المجوهرات. نعم، لان كتعطي واحد الرقي للفام.